بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيت أسوي لكم فيديو بالدرسين اللي أخذناهم، وإن شاء الله كل درس بنساوي فيديو له خاص فيه. نبدأ من أول شيء، دورة اللغة التركية إناث فقط. المستوى الأول من الكتاب الذي اعتمدته مديرية التربية والتعليم في الشمال المحرر. بعرفكم بنفسي مرة تانية، مدرب أحمد بدر الدين سليمان، عضو الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشرية، مدرب معتمد في أكاديمية أجيال المستقبل ومركز صناع التميز في الجزائر وفريق فرصة في السعودية ومعهد شمس العلوم وأكاديمية الضياء الدولية. حاصل على شهادة تومر في اللغة التركية، وحاصل على شهادة TOT تدريب مدربين من منصة فصيح الإلكترونية، أول منصة إلكترونية لتعليم اللغة التركية، وعدة شهادات تدريبية أخرى. فيما يلي صور لبعض الشهادات الدولية التي حصلت عليها من مركز ومراكز معتمدة دوليا في التنمية البشرية واللغة التركية وتدريب المدربين. هاي مشان دافع لكم وحافز لكم، مشان تعرفوا يلي بيجتهد بينال. هاي أول وحدة على اليمين من برنامج إيشكور. إذا حدا كان بتركيا منكم بيعرف شو معنى إيشكور، شو معنى برنامج الإيشكور، كيف التسجيل عليه. وأيضا في الصغيرة هي شهادة مستوى أول من مستويات اللغة التركية، يعني كمان هاي إضافي، بإضافة لشهادة تدريب مدربين TOT من رابطة المدربين العرب. وهون كمان في عنا شهادة شكر وتقدير، وساويت وقتها دورة باللغة التركية لمتدربين زيكم يعني. وأيضا في على يسارها شهادة فصيح المدرس الافتراضي، أول مدرسة إلكترونية لشرح المنهاج التركي للطلاب العرب. أيضا هون في مركز سمارت واي، أيضا مدرب سوشيال ميديا. هون في على يسارها كمان شهادة في المحادثة من منظمة أورانج، وأيضا هون شهادة تانية في المحادثة من منظمة أورانج. هون كمان في من مصر شهادة تدريب مدربين كيف تصبح مدرب متميز. وأخيرا هون في شهادة من المعهد الأمريكي للغات، طبعا هو بأمريكا مقره. وهاي مستوى الدرس. راح نبدأ بمحاور الدرس، إنه شو أخذنا بأول درس. أخذنا أول 10 أحرف من اللغة التركية. طبعا اعتمدت أن لا أرتبها، لأن الغاية هو اللفظ الصحيح والنطق ليس الترتيب. وكل حرف له 3 كلمات أمثلة عنه وكيفية نطق الحرف بالشكل الصحيح، واستمعنا لكيفية النطق ونطق الحرف ونطق الكلمات التي فيها الحرف، وأخيرا كتابة الحرف. نبدأ في قراءة الأحرف وأمثلة عنها. حرف A. A elma, kelebek, fare. حرف الثاني ل ليمون, leylek, pil. حرف الثالث A arı, balık, kova. طبعا ما عم نعتمد انه نقول بالعربي المعنى، لانه المعنى واضح من خلال الرسم. حرف ك köpek, دكتور, ok. حرف اللي بعده i inek, kiraz, kedi. ne nar, güneş, telefon. o otobüs, top, vazo. me muz, gömlek, mum. u uçurtma, kulak, kuzu.
ت ترك أتك أت. هاي كانت محتوى الدرس الأول. الدرس الثاني اللي أخذناه أيضا هو 10 حروف أخرى من أحرف اللغة التركية: قراءة، استماع، لفظ، وكتابي. أيضا يوجد لك الحرف 3 كلمات أمثلة عنه. وأخذنا في القسم الثاني محادثة: كيف نلقي تحية السلام، كيف نعرف بأسمائنا، وكلمات نستعملها يوميا في الصباح وفي الظهيرة وعند المساء. نبدأ في القسم الأول من درسنا، وهو 10 أحرف جديدة نأخذها الآن. قلنا طريقة لفظ هذا الحرف: يجب علينا أن نغلق نهايات الفم من الجانبين، ونترك من الوسط فتحة صغيرة لنلفظ هذا الحرف من الداخل. مثال عنه: üzüm, gül, ütü. حرف اللي بعده ي يلان، زيتين، آي. حرف هون الحرف بيختلف عن لفظ الحرف اللي أخذناه. نغلق نهايات الفم ولكن ليس كثيرا، يعني فينا نقول مثلا 2 ملي من الجانبين، ونترك الفم مفتوحا بشكل بسيط ونلفظ مثال: ördek, gözlük, 4. حرف اللي بعده ر روبوت، arı, نار. حرف اللي بعده لفظه مثل كأنه بالحرف ألف بالعربي وفوقه سكون. نلفظ نقول ızgara, fırın, ayı. تمام. لا ayı. حرف بعده deve eldiven kedi. حرف اللي بعده saat masa patates. حرف اللي بعده burun burun. شايفين؟ burun. soba araba. حرف بعده ز زرنا üzüm موز. حرف بعده çanta, uçak, taş. تمام. çanta, uçak, taş. هاي الأحرف 10 أخذناها. ننتقل إلى درس المحادثة. الصورة الأولى: إذا قربنا قليلا هون راح يكون في المحادثة الأولى بين الشخصين عبارة عن سلام بكلمة مرحبا بان هاجيفات يلي على اليسار. تاني برد له مرحبا بان كاراغوز. نأخذ أيضا هنا
tanışalım فلنلتقي عبارة عن أنسي دخلت على الصف جديد، عم ترحب بالطلاب وعم تعرفهم بنفسها. الطلاب أيضا هون كمان بيرحبوا بالأنسي وبيعرفوها عن نفسهم بالحوار الأول. الأنسي بتقول مرحبا benim adım Sevgi Saygın. مرحبا أنا اسمي benim adım أنا اسمي. بان أنا أض اسم لاحقة راح ناخذها إن شاء الله بالأيام الجاي، راح نعرف لواحق الضمائر وكل ضمير ولاحقته المناسب له. إذن أنا اسمي، لاحقة هنا يعني بمعنى الياء تبع الاسم، اسمي ياء. benim adım Sevgi Saygın. برد عليها أول طالب بقولها مرحبا benim adım محمد. مرحبا أنا اسمي محمد. أيضا في طالبي بتقولها مرحبا benim adım سلمى. benim adım سلمى. هاي بأول حوار. ثاني حوار بنشوف بين طالب وطالبي. الطالبة دخلت على مدرسة جديد، لسه ما بتعرف حدا في المدرسة، وتعرفت على هذا الشاب الطالب، بتقول له وهاي الصبح لهي رايحة على المدرسة جونايدن صباح الخير. جونايدن صباح الخير. benim adım Emine. senin adın ne? جونايدن صباح الخير. benim adım Emine. أنا اسمي أمينة. senin adın ne? sen أنت senin هي لاحقة للسان للضمير. أظن أيضا قلنا اسم، النون وهي لاحقة. senin adın ne هي ماذا؟ إذن senin adın ne ما اسمك؟ برحب فيها بقلها جونايدن صباح الخير benim adım علي. صباح الخير أنا اسمي علي. okulumuza hoş geldin. okulumuza مدرستنا في مدرستنا. hoş geldin مرحبا بك. إذن günaydın benim adım Ali. okulumuza hoş geldin. مرحبا صباح الخير أنا اسمي علي. أهلا أو مرحبا بك في مدرستنا. هذا الحوارين كانوا أخذناهم كمان. ننتقل إلى كلمات الصباح، ظهيرة في المساء. dinle استمع، söyle تحدث، استمع وتحدث. بالصورة الأولى يلي على اليسار من فوق جون آيدين صباح الخير. الصورة اللي جنبها إي أكشاملار مساء الخير. الصورة الثالثة على اليسار إي جونلار طاب يومك. شافتها الظهر لصديقتها عم بقولها طاب يومك إي جونلار. الصورة الرابعة أكيد الأم غطت الولد وعم بتقول له إي جيجلار يعني ليلة سعيدة أو ليالي سعيدة أيضا بنفس المعنى. الصورة الخامسة على اليسار مرحبا، صديقين التقوا مع بعض في الطريق سلموا على بعض مرحبا. الصورة الأخيرة عنا görüşmek üzere نلتقي عن قريب أو أراك لاحقا بهذه المعاني. الصورة الأخيرة dinle استمع
إيش ليشتر طابق. يعني هون قلنا لكم هي وظيفة لكم كانت بنشوف الصور، بنشوف الجمل، ومنطابق كل صورة أي جملة بتناسبها. طبعا مرني علينا هدول الصور شفناهم أكيد، أو في صور بتوحي لمعنى الجملة. أول جملة إي جونلر، تاني جملة مرحبا، ثالث وحدة إي أكشملار، والأخيرة جون آيدن. هاي كانت درسنا لليوم. أخذنا الدرسين وإن شاء الله راح نتابع كل مرة، راح نبعث لكم فيديو لكل درس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.